خبر تاني وبكره يعني ولا كأنه هيكون يوم درامي يعني واول مره نتخيل ان ده ممكن يحصل. محاكمه النظام السابق والنظام الاسبق. المحاكمه او اليوم ده بكره هيشهد محاكمه قاده جماعه الاخوان وايضا الحزب الوطني المنحل، سواء كنا بنتكلم على يعني اللي فات على طول بقى بديع وخيرت الشاطر، وكمان محاكمة الرئيس الأسبق مبارك، وتقريبا التهمة واحدة، تهمة التواطؤ في قتل المتظاهرين. اللي هيحصل بكرة بالظبط ان محكمة جنوب القاهرة برئاسة المستشار محمد أمين فهمي تتعامل مع محاكمة قيادات جماعة الإخوان على رأسهم مرشد الجماعة دكتور بديع والمهندس خيرت الشاطر نائب مرشد الجماعة. وبالتزامن مع ده في أكاديمية الشرطة في القاهرة هيتم استكمال محاكمة الرئيس الأسبق مبارك في قضية اتهامه بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة يناير 2011. مبارك هيحاكم المرة دي وهو خارج السجن طبعا بعد ما تم إخلاء سبيله ووجوده دلوقتي قيد الإقامة الجبرية في مستشفى المعادي العسكري اللي هيطلع منها بواسطة طيارة هليكوبتر ويوصل لمقر المحاكمة في أكاديمية الشرطة.